مشهور قوي الريليشن شيبس اللي بيبقى فيها اتنين قريبين قوي من بعض، ويبقى اسمهم بقى اصحاب عادي، اسمهم باست فريندز، اسمهم انتيمي، ايا كان الاسم. بس بتبقى العلاقه شكلها ان هما الاتنين ما بينهم اسرار وما بينهم حكاوي وما بينهم سؤال على بعض وما بينهم غيره. شكلهم بالظبط شكل المرتبطين بس اسمهم اي حاجه غير انهم مرتبطين. وده بيحصل لان كلنا بيبقى عندنا احتياجات ان احنا نخش في الريليشن شيبس دي، عشان ناخد احتياجات زي الاهتمام وان حد يسأل عليا وان حد يحسسني ان انا متشاف، وكلها من الاحتياجات اللي بناخدها في العلاقات. ولكن بيبقى هنا في طرف من الطرفين مش عايز يدفع ثمن الاحتياجات اللي بياخدها دي، فبيبقى بياخد الحاجات دي ولكن احنا مش مرتبطين. التمن ده ممكن يكون التزام، ممكن يكون مسؤولية، هو هنا عنده سبيس انه يوم ما حد يقول له حاجة يقول لك لا احنا مفيش ما بيننا حاجة، فبيبقى عايز ياخد الحاجات من غير ما يدفع ثمنها. ولكن هنا نرجع ليكي ويبقى السؤال ليكي انت حاسه ان انت تستحق تبقى في علاقه عامله ازاي؟ علاقه واضحه، علاقه ايه الثمن اللي انت محتاجه تدفع لك عشان تدي بقى وقتك ومجهودك ومشاعرك عشان العلاقه دي. في اجابه السؤال دي عندك هي هتحدد انت تمشي ازاي في العلاقه دي.